الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu sawu suhufakum fa inna tasfiyata suhuf min tamamis salah. Iftarasu wa la takhtalifu wa suddal khalal. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fastaftihim alirabbikal banatu walahumul banun. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim layaquluna waladallah wa innahum lakadzibun. Astafal banati 'alal banin. Ma lakum kaifa tahkumun. Afala tadhakkarun. Am lakum sultanum mubin. Fa'tu bikitabikum in kuntum shadiqin. Waj'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Walaqad alimatil jinnatu innahum lakadzibun. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun. Subhanallahi amma yasifun. Illa ibadallahil mukhlasin. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو الصال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده. الحمد لله من السماوات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا العذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. إن تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يسمع تبارك ربنا ولك الحمد ولك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الحمد لله الحمد لله الحمد لله Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan dari membaca Al-Qur'an. An-Nabi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay'jizu ahadukum ay yaqra fi lailatin sulusal Qur'an qalu wa kayfa yaqra'u sulusal Qur'an qala qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak mampukah kalian membaca sepertiga Al-Qur'an di setiap malam? Mereka menjawab, bagaimana bisa kami membaca sepertiga Al-Qur'an setiap malam? Beliau bersabda, surat Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak mampukah kalian membaca sepertiga Al-Qur'an setiap malam? Mereka menjawab, bagaimana bisa membaca sepertiga Al-Qur'an setiap malam? Beliau bersabda, surat Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. An Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a Qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu idzan nastaktsira ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu aktsar wa atyab. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa membaca surat Qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 10 kali, niscaya akan dibangunkan oleh Allah untuknya sebuah istana di surga. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, kalau begitu aku akan banyak-banyak membacanya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih banyak lagi karunia dan pahalanya. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa membaca surat Qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 10 kali, niscaya akan Allah bangunkan baginya sebuah istana di surga. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu aku akan banyak-banyak membacanya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih banyak lagi karunia dan pahalanya. Hadis riwayat Ahmad. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u zakaru zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik
fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman wa anna uhibbu an aqra'a biha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiru anna Allah yuhibbu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang untuk memimpin sebuah pasukan. Ia pun mengimami para pasukannya dan selalu membaca surat Qul huwallahu ahad. Tatkala mereka kembali, para pasukan itu melaporkannya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, tanyakan pada dia, kenapa dia melakukan demikian. Ketika mereka menanyakan hal itu, ia menjawab, karena surat itu adalah sifat Allah yang Maha Rahman dan aku senang membacanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahukan padanya bahwasanya Allah mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sebuah pasukan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memimpin sebuah pasukan. Ia pun mengimami pasukannya dan selalu membaca surat Qul huwallahu ahad. Tatkala mereka kembali, para pasukan itu melaporkannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan hal itu. Ketika mereka menanyakan hal itu kepadanya, ia menjawab, karena surat itu adalah sifat Allah yang Maha Rahman dan aku senang membacanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahukan pada dia bahwasanya Allah mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza awa ila firashi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafadha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala rasihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marratin. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak ke tempat tidur setiap malam, beliau merapatkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup seperti meludah padanya dengan lebih dahulu membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangannya pada tubuhnya yang dapat diusap, mulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh bagian depan. Beliau melakukan semua itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Diulangi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak ke tempat tidur setiap malam, beliau merapatkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup seperti meludah padanya dengan terlebih dahulu membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangannya pada tubuhnya yang dapat ditiup, yang dapat diusap, mulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh bagian depan. Beliau melakukan semua itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan dari membaca surat-surat pendek, terutama dari surat Al-Ikhlas. Insyaallah apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karimi wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحانه
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله